شفتوا كي الذوق حاجه بنينه وما تقدروش تحبسوا. هذا واش يصرالكم بعد ما تجربوا خليه السينابون هذه اللي من بنتها وخفتها لقيت روحي وانا نصور ناكل حبه ورا حبه. اذا راكم حابين الوصفه اروحوا نديروها مع بعض واستمتعوا باحلى خليه نحل بالقرفه، وخاصه انها تتماشى مع الجو الشتوي حاليا. بسم الله نبداو. هنا في لاكيف تاع الفيتخان جبت 2 مغارف كبار سكر، ضفت عليهم غرف كبيره خميره الخبز، ضفت عليهم كاس ونص ما يكون دافي، وسعه الكاس 240 ملي. خلطت المكونات كامله مع بعض وغطيتها وخليتها حتى تخمر ويضاف حجمها بهذا الشكل. بعدها ضفت عليهم نص كاس تاع زيت، 4 مغارف كبار حليب بودره، وغرفه صغيره لافاني ورشه تاع الملح. خلطتهم مع بعض وبديت نضيف الفارينه اللي هي 500 غرام، وضفت عليهم مغرفه صغيره خميره الحلويات. وهنا كما راكم تشوفوا الخليط تاعي راهو شويه خفيف، ضفت عليه 100 غرام فارينه، يعني المجموع كامل 600 غرام حتى نتحصل على العجينه تكون متماسكه. نعجنوها حوالي 2 دقائق ولا 3 باليد ولا بالبيتخان حتى نتحصلوا العجينه تكون رطبه كما راكم تشوفوا. بعدها نحطوها في بول اللي كنت دهنته بشويه تاع الزيت، نغطوها ونخلوها تخمر حتى يضاعف حجمها. بعدها نبسطوا العجينه غير هكذا باليد ونجو نقسموها الى مربعات يكونوا صغار ونشكلهم الى كرات يكون الوزن تاعهم 20 غرام حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. بعدها جبت السنيوه تاعي اللي تدخل الفوغ اللي القطر تاعها 35 سنتيمتر، وتقدروا ديروا 2 بلاطو يكونوا صغار، ودهنتها بالزيت وستفت فيها الكرات تاعي بهذه الطريقه. وما تلصقوش الحبات تاعكم، يعني خلوا بيناتهم مسافه كما راني دايره. ودهنتهم بالحليب، وفي الاخير رشيت عليهم مغرفه كبيره تاع الكاكاو اللي كنت ضفت لها مغرفه صغيره قرفه بهذه الطريقه، ونخليهم يخمروا مره اخرى. ودخلتهم للفوق يطيبوا على 200 درجة مئوية، والفرن كان مسخن مسبقا حتى يتحمروا لنا بهذه الطريقة ويعطونا هذه النتيجة اللي راكم تشوفوا فيها. وفي الأخير زينتها بكريمة الجبن والصوص كراميل اللي راني راح نخلي لكم المقادير تاعهم أسفل لا فيديو، ورشيت عليهم كمية من المكسرات. وهذه هي النتيجة النهائية اللي تحصلنا عليها. شوفوا جات من أروع ما يكون، بزاف بزاف خفيفة وبنينة. ننصحكم تجربوا هذه الوصفة اللي رايحة تديكم العالم آخر من البنة. إن شاء الله وصفتنا نهار اليوم تكون نالت إعجابكم. ما تنسوش إذا طبقتوها بحثوا لي نشوف تطبيقاتكم، ونتلاقاو في وصفات قادمة إن شاء الله.